السلام عليكم. بنغطي النهارده حدث جديد جدا على اسكندريه، من سنوات ما حصلش وما شفناهوش في اسكندريه. هو غلق الشواطئ، جميع شواطئ اسكندريه اليوم 26/8. يعني ده من سنين فاتوا احنا ما شفناش ان الشواطئ اتقفلت كلها كده مره واحده. يقال انه بسبب ان البحر عالي جدا النهارده، بس بصراحة أنا بعد ما نزلت وصورت ما لقيتش إن البحر عالي بالطريقة الفظيعة اللي بيتكلموا عنها يعني. وياما احنا شفنا البحر عالي كده وكانت الشواطئ مفتوحة عادي. تعالوا نصور كل شواطئ اسكندرية بداية من ميامي، عند شاطئ ميامي زي ما احنا شايفين برضو كده. حتى الشاطئ اللي اشتغل مؤخرا تم غلقه النهارده. بصوا البحر عامل كده ريمة او عامل زبد كده، في زبد كده في البحر على غير العادة. انا عمري ما شفت كده البحر بالطريقة دي في الصيف. غير ان الجو النهاردة ما شاء الله، النهاردة الجو كأنه شتاء، هوا كده وفي سقعة كده في الجو جميلة. الجو تحس ان هو شتاء النهاردة قوي. ومع منظر الشواطئ الفاضية دي واحنا على الكورنيش، فيعني الواحد حاسس ان هو فعلا في الشتاء. يعني انتقلنا شهرين قدام كده فجأة. عايزه اقول لكم حتى حركة الملاحة متوقفة النهارده، يعني حتى المراكب بتاعة الرحلات او اي مراكب صيد او كده برضو بيتم منعها. وهنا ده شاطئ محمود سعيد او افلاطون. بصوا حتى الكافيهات اللي في الشاطئ، الكافتريات مش مفتوحة. يعني هو في تعليمات ان حتى محدش يدخل الشاطئ ولا حتى الناس تقعد على الكافتيريا من فوق. في غرامه طبعا بتطبق على مستاجري الشواطئ لو في اي مخالفات للتعليمات، في غرامه كبيره جدا. بصوا شاطئ محمود سعيد كنا لسه مصورينه من كام يوم. بقول لكم ده يعني الشاطئ هنا مش شاطئ، ده بيسين من كتر ما هو في حواجز وفي المية اصلا مش متحركة، فما فيهوش يعني غرق او كده. بس برغم كده برضو مغلق النهارده. انا ما شفتش الشواطئ على الحالة دي غير ايام تجهيزات الصيف. يعني كنا في اخر الشتاء وبنصور الشواطئ علشان نقول شواطئ اسكندريه هي بتستعد للصيف. ما شفتش الشواطئ كده ابدا طول الصيف. ما نتقابلوش مع بعض على طريق بالله عليك بقى. الله يكرمك. وطول ما انا ماشيه في الطريق بقى وعلى الكورنيش، يعني انا شايفه ان الموضوع ده شاغل الناس كلها حقيقي. اللي جاي يصيف واللي من اسكندريه، الناس كلها عندها كده حاله ايه ده، مستغربين جدا. وكلهم بقى ايه يعني بيتجهلوا بقى الاسباب. يعني في ناس تقول لك دي لعنه البحر بعد ما طلعوا منه الاثار، البحر غضب عليهم. وفي ناس تقول لك ده علشان الناس اللي غرقت فهم خايفين ناس تانية تغرق. وفي ناس تقول لك ده هو فعلا البحر عالي النهارده وفي تجارب في البحر وكده. طول ما انت ماشي هتسمع بقى حاجات غريبه. ده غير طبعا خيبة الأمل اللي في عينين كل المصيفين اللي جايين طبعا اليوم الواحد. طبعا الناس ما كانش عندها علم بأي حاجة، وأكيد طبعا رحلة اليوم الواحد دي بتبقى محجوزة من قبلها بكتير. فالناس جت يا عيني وما قدروش ينزلوا البحر، فيعني في خيبة أمل فظيعة في عينيهم. اللي جاب أكله بقى وقاعد على الكورنيش بياكل، واللي قاعد يتفرج على البحر من بعيد. بصراحة حاجة صعبة. بس ده فعلا حدث كده، ده ما حصلش من سنين. مش هقول لكم من سنة ولا من 2 ولا من 3، ده ما حصلش من سنين. بصوا ده كمان شاطئ جزيرة الدهب، رافع طبعا الراية الحمراء. بصوا الموجة، انا بصراحة مش شايفة ان الموجة عالية بالطريقة اللي هي. يعني احنا اتعودنا على غلق الشواطئ ده في مطروح،
في البحر المفتوح، في مثلا حتى مطروح جوه البلد يعني، في العوام والحاجات، في الحتت دي مش هنلاقي غلق شواطئ، بنلاقيه في الأبيض بره وفي الحتت اللي هي البحر فيها مفتوح مفيهوش حواجز. لكن اسكندرية اللي كل بحورها حواجز، ازاي يعني؟ غريبة. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هو اجمل ما في اليوم النهارده بصراحه ان درجه الحراره طبعا انخفضت، وان في شويه هوا جمال كده، يعني ايه، تنفسنا شويه من بعد الصيف والحراره الجامده اللي كانت الفتره اللي فاتت. بصوا كده، ده شاطئ البوريفاج. كنا لسه مصورين شاطئ البوريفاج بنقوله هينفجر من المصيفين ومن الزحمه. حاليا ولا مصيف جوه الشاطئ، مجمعين الكراسي والترابيزات والشماسي على جنب. طبعا اللي انتوا شايفينهم مفتوحين دول البراجولات دي متتقفلش. بصوا شاطئ البوريفاج، مش ممكن، شاطئ الشعب. رافعين الرايه الحمراء طبعا. نفس الكلام في كل الشواطئ. بصوا الكراسي كلها متجمعة على جنب والترابيزات والشماسي طبعا هيفرشوا ليه، عارفين مفيش حد هيدخل. طول ما انا ماشية بقى يعني في مصيفين بيحاولوا مع اللي هم المستأجرين الشواطئ او الناس اللي واقفة على بوابة الشاطئ ان هم يدخلوا، يعني بيقولوا لهم طيب انتوا قلتوا الصبح ممكن لو الجو هدى ندخل الناس، لا، يقولوا لهم لا، في غرامه ماليه جامده جدا لو الشاطئ نفسه اشتغل النهارده. ما زلنا في البوريفاج. البوريفاج اكبر شاطئ طبعا في العصافره. ده هنا شاطئ اسكندر. عدينا طبعا على شاطئ ريجنسي اللي هو تبع فندق ريجنسي. كان النزلاء موجودين يعني قاعدين زي على الكراسي كده والترابيزات، ما كانش حد بينزل برضه. شاطئ اسكندر. بصوا الشواطئ كمان البوابات مقفولة ازاي، كل بوابات الشواطئ مقفولة بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه ده. مكملين معاكم لقدام. ده شاطئ العصافرة المميز برضو. بصوا مفيش ولا نزيل في الشاطئ ولا مصيف. بصوا قافلين ازاي البوابة. تعالوا بقى هنا، ده شاطئ بقى جول العصافرة. اشمعنى بقى شواطئ القوات المسلحة هي اللي مفتوحة؟ ما نعرفش بقى، يعني هو عندهم البحر هم هيبقى مش عالي ولا ايه، مش فاهمة بصراحة. ده خلى بقى كل المصيفين اللي مضطرين ينزلوا البحر لان طبعا جايين يوم واحد زي ما قلت لكم، يتجهوا بقى على شواطئ القوات المسلحة، جول العصافرة وجول المنظرة. دول الشاطئين الوحيدين في شواطئ اسكندرية كلها اللي مفتوح.
هنعدي دلوقتي من على البوابة بتاعة الشاطئ وهوريكم الزحمة قد ايه على البوابة. بعد ما كان شاطئ جول ده كان اقل الشواطئ يعني كثافة واقلها اقبال لارتفاع سعره طبعا. يعني سعر التيكت فيه 100 وكل الشواطئ ما بين 15 ل 20 ل 30. بس طبعا الناس مضطرة النهاردة. بصوا الزحمة طوابير. هو كمان ساعة كمان ممكن ونلاقي المسؤولين عن الشاطئ بيقولوا لا احنا خلاص كده ما عندناش اماكن والمفروض ان خلاص ما حدش هيدخل تاني. الزحمه اللي موجوده بره على البوابه والزحمه اللي جوه الشاطئ. بس دي المفارقه النهارده بقى بصراحه. دي المفارقه. يعني انتوا بتقولوا ان البحر عالي واحنا خايفين على الناس ومش هينفع ينزلوا. يعني هو في شاطئ جوي للمنظره وفي شاطئ جوي للعصافره البحر مش عالي. هو نفس البحر ونفس الميه يعني. والحقيقة ده اللي حصل برضه قبل كده في 2020 أيام الكورونا لما كانت الشواطئ كلها مقفولة بسبب طبعا التكدس والازدحام وكده. بس ما كانش فيه غير شواطئ القوات المسلحة هي المفتوحة. كان جول العصافرة وجول المنظرة برضه. كل ده احنا لسه في جول العصافرة. عدي على سانتوس. هنكمل معاكم لقدام كمان لحد شواطئ المنظرة. هنلاقيها برضو كلها مغلقة إلا جول المنظرة. هيطلع لك ايه؟ لا هيطلع لك ايه؟ ده المفروض شاطئ المنظرة. هو ما كانش مفتوح لحد فترة قريبة. هم لسه يعني حاليا بيوضبوه علشان يبقى كافيتريات من فوق. لأن طبعا بعد التوسعة الشاطئ أعلى جدا. ده المنظر اهو مقفول برضو بنفس الطريقة. شاطئ واملي مقفول بنفس الطريقة ومفيش حد جوه برضو. بصوا حتى القعدات المفروض ان هي من فوق. يعني اللي قاعد هنا مش هينزل البحر يعني معروفة. لا حتى القعدات دي ممنوعة. الدخول نفسه للشاطئ ممنوع. من بعدها هندخل على شاطئ طاحونة المنظرة. هنلاقي برضو نفس المنظر ونفس الكلام. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون نقلت لكم الصورة كاملة واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو مهتمين باسكندرية واخبار اسكندرية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.